مرحباً أصدقائي الأعزاء. في هذا الفيديو المميز سنأخذكم في رحلة شيقة لاكتشاف أضخم المشاريع العربية على مستوى العالم. أولاً، مشروع البحر الأحمر نيوم في المملكة العربية السعودية. ثانياً، مشروع مسبار الأمل في الإمارات العربية المتحدة الذي يمثل قفزة تاريخية في مجال استكشاف الفضاء والعلم. ثالثاً، محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية في المغرب، إحدى أكبر المحطات من نوعها في العالم. رابعاً، العاصمة الإدارية الجديدة في مصر التي تمثل نقلة حضارية وتكنولوجية مذهلة. خامساً، مشروع الغاز الصخري في الجزائر الذي يدعو البلاد على خريطة الطاقة العالمية. سادساً وأخيراً، مشروع حقل الشمال للغاز في قطر، أكبر حقل غاز طبيعي في العالم. لكن أصدقائي، قبل أن تستمتعوا بهذا الفيديو المميز، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد منا أولاً بأول، وليساعدنا في تقديم المزيد من المحتوى المميز لكم. هيا نبدأ على بركة الله. رقم 1. مشروع البحر الأحمر نيوم المملكة العربية السعودية. يمثل مشروع نيوم السعودي أحد أكبر المشاريع العالمية الطموحة في العصر الحديث، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 26,500 كيلومتر مربع، وتمتد على طول 460 كيلومتراً على ساحل البحر الأحمر. تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 5 مليارات دولار أمريكي، وهو جزء أساسي من رؤية السعودية 2030. يتكون المشروع من عدة أقسام رئيسية، أبرزها The Line، المدينة الخطية المستقبلية التي ستمتد 170 كيلومتراً وتستوعب 9 ملايين نسمة. تعتمد المدينة على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، وستخلو من السيارات التقليدية، معتمدة على وسائل نقل مستقبلية تمكن السكان من التنقل من طرف إلى آخر في 20 دقيقة فقط. يضم المشروع أيضاً أوكساغون، أكبر منشأة عائمة في العالم للصناعات الحديثة، وتروجينا، المنتجع الجبلي الذي سيستضيف الألعاب الآسيوية الشتوية 2029. من المتوقع أن يخلق المشروع 380 ألف فرصة عمل جديدة، ويساهم بإضافة 48 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي. رقم 2. مشروع مسبار الأمل الإمارات العربية المتحدة. تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً تاريخياً في مجال استكشاف الفضاء عبر مسبار الأمل، الذي يمثل أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ. تم إطلاق المسبار ضمن رحلة استمرت 7 أشهر، ونجح في الوصول إلى مدار المريخ في فبراير 2021، محققاً نسبة نجاح كاملة في أول محاولة له. تركز المهمة العلمية للمسبار على دراسة الغلاف الجوي للمريخ بشكل شامل، حيث يجمع بيانات دقيقة حول الظواهر الجوية وآليات تفاعل طبقات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر. كما تسعى المهمة للإجابة على أسئلة علمية أساسية حول أسباب فقدان المريخ لغازي الهيدروجين والأكسجين من غلافه الجوي. بلغت المساهمات العلمية للمسبار مستويات متقدمة، حيث قدم حتى أبريل 2025 ما مجموعه 12 حزمة بيانات علمية حجمها 5.4 تيرابايت، تم مشاركتها مجاناً مع 200 جهة علمية وبحثية عالمية. ومن بين الإنجازات البارزة للمهمة نجاحها في رصد وتصوير ظاهرة الشفق المتخفي على المريخ لأول مرة في التاريخ. يمثل المشروع نقلة نوعية في مسيرة العلوم والتكنولوجيا بالإمارات، حيث شارك في تطويره فريق إماراتي شاب بالتعاون مع شركاء دوليين، وساهم المشروع في بناء قدرات وطنية متخصصة في مجال علوم الفضاء، كما عزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الأبحاث العلمية على المستوى الدولي. تعكس هذه المهمة الطموح العلمي الكبير لدولة الإمارات، وتؤكد قدرة الشباب العربي على المساهمة في مجال الاستكشاف العلمي المتقدم. كما تجسد المهمة قيمة التعاون العلمي الدولي، حيث تضع البيانات المجانية التي يقدمها المسبار مصدراً مهماً للباحثين حول العالم.
رقم 3. مشروع أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، قطر. يعتبر حقل الشمال كنز الطاقة الذي يضع قطر في قلب الخريطة العالمية. يمثل حقل الشمال للغاز الطبيعي إحدى المعجزات الطاقية في القرن 21، حيث يصنف كأكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم باحتياطيات هائلة تصل إلى 900 تريليون قدم مكعب. هذا الكنز الطبيعي الاستراتيجي لا يضع قطر في صدارة منتجي الطاقة فحسب، بل يجعلها شريكاً أساسياً في تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال. من خلال مشروع التوسعة العملاق الذي تنفذه قطر للطاقة، تسعى الدولة لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للطاقة النظيفة ويدعم اقتصادها الوطني بشكل غير مسبوق. يحمل حقل الشمال أهمية جيوسياسية بالغة، خاصة في ظل التحولات العالمية في أسواق الطاقة والتوجه المتزايد نحو مصادر الطاقة الأنظف. كما يمثل المشروع نموذجاً للاستدامة والابتكار، حيث تدمج قطر أحدث التقنيات للحد من الانبعاثات الكربونية مع الحفاظ على التنافسية العالمية. يسهم هذا المشروع العملاق بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة الدولة كرائدة في قطاع الطاقة النظيفة على المستوى الدولي. رقم 4. مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر. تمثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر نموذجاً فريداً يجمع بين عراقة الحضارة المصرية وحداثة التقنية، حيث صممت لتحكي قصة مصر عبر العصور مع انطلاقتها نحو المستقبل. تستوحي المدينة تصميمها من التراث المصري القديم، حيث يأخذ البرج الأيقوني شكل المسلة المصرية بارتفاع 385 متراً ليكون أطول برج في إفريقيا، بينما تم تصميم ساحة الشعب على هيئة أجنحة الإلهة إيزيس وتحوي رمز مفتاح الحياة. تضم المدينة متحف عواصم مصر الذي يعرض قطعاً أثرية متنوعة تمثل مختلف العصور التاريخية، بما في ذلك مومياوات ونماذج من حضارات قديمة، مما يجعلها مركزاً ثقافياً وسياحياً مهماً. كما تدمج المدينة بين هذا الطابع التاريخي وتقنيات المدن الذكية، حيث تركز على الاستدامة البيئية وتدوير المخلفات وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة المرافق والخدمات. تشمل مرافق المدينة المتطورة مقرات حكومية جديدة، ومناطق تجارية عالمية، وأحياء سكنية عصرية، ومرافق صحية ورياضية متكاملة، وتهدف إلى تخفيف الازدحام عن القاهرة الكبرى من خلال نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية إليها، مما يسهم في إعادة توزيع الكثافة السكانية وتحسين جودة الحياة. يمثل المشروع نقلة نوعية في مفهوم التخطيط العمراني بمصر، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويسعى لخلق مركز اقتصادي وإداري جديد يجذب الاستثمارات العالمية. كما يضع معايير جديدة للاستدامة والذكاء الاصطناعي في مجال البناء والتشغيل، مما يجعله نموذجاً يحتذى به في المنطقة العربية والعالم. تعد العاصمة الإدارية الجديدة إضافة مهمة للخريطة العمرانية في مصر، حيث توفر بيئة متكاملة تلبي احتياجات السكان مع الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة. ويعكس المشروع الرؤية الطموحة للدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة متطلبات القرن 21. رقم 5. مشروع محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية، المملكة المغربية. يعد مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية في المغرب أحد أضخم المشاريع الطاقية في العالم، حيث يمتد على مساحة 3000 هكتار في منطقة ورزازات جنوب البلاد. تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمجمع 582 ميجاوات، موزعة على 4 محطات رئيسية تدمج بين تقنيات الطاقة الشمسية المتنوعة. تتكون المحطة الأولى نور 1 من تقنية الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 160 ميجاوات، وتتميز بقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية لمدة 3 ساعات، بينما تنتج المحطة الثانية نور 2 200 ميجاوات مع قدرة تخزين تصل إلى 7 ساعات.
أما المحطة الثالثة نور 3 فتبلغ قدرتها 150 ميجاوات، في حين تعتمد المحطة الرابعة نور 4 على التقنية الكهروضوئية بقدرة 72 ميجاوات. يمثل المشروع جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الطاقية الوطنية للمغرب التي تهدف إلى إنتاج 52% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. وقد ساهم المجمع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1,000,000 طن سنوياً، كما وفر آلاف فرص العمل للمجتمع المحلي خلال مراحل البناء والتشغيل. تشرف الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن على إدارة المشروع بالشراكة مع شركة أكوا باور السعودية التي تتولى مهمة التشغيل والصيانة. كما ساهم في تمويل المشروع كل من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار، مما يعكس الثقة الدولية في قدرة المغرب على تنفيذ مشاريع طاقية عملاقة. يحظى المجمع بأهمية إقليمية كبيرة، حيث يساهم في تزويد الشبكة الكهربائية الوطنية بطاقة نظيفة، كما يعد نموذجاً يحتذى به في مجال الطاقة المتجددة على مستوى القارة الأفريقية. ويعكس هذا الإنجاز التزام المغرب بمكافحة التغير المناخي والتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. رقم 6. مشروع الغاز الصخري الجزائري. تمتلك الجزائر ثروة طاقية هائلة من الغاز الصخري تقدر بأكثر من 707 تريليون قدم مكعب، مما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في احتياطيات هذا النوع من الطاقة. يأتي تطوير هذا المورد ضمن استراتيجية البلاد لتعزيز مكانتها كعملاق طاقة عالمي وتنويع مصادر الطاقة التقليدية. يعتمد استخراج الغاز الصخري على تقنيات متقدمة مثل الحفر الأفقي والتكسير المائي، حيث تقوم شركة سوناتراك الوطنية بالتعاون مع شركات دولية متخصصة لتنفيذ عمليات الاستكشاف والاستخراج. وتسعى الجزائر إلى الاستفادة من الخبرات الأمريكية في هذا المجال، خاصة في ظل التحديات التقنية والبيئية المرتبطة بهذه العمليات. يواجه المشروع انتقادات بيئية بسبب الاستهلاك الكبير للمياه في عمليات التكسير المائي واحتمالية تأثيرها على المياه الجوفية. كما يتطلب المشروع إجراء حوار وطني شامل لدراسة جميع الجوانب المرتبطة به، بما في ذلك الجوانب التقنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية. يهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة صادرات الغاز وتأمين الاحتياجات المحلية من الطاقة. وقد أكد الرئيس عبد المجيد تبون على أهمية استغلال هذه الثروة لتحقيق التنمية الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار الاعتبارات البيئية والاجتماعية. يعد مشروع الغاز الصخري خطوة استراتيجية للجزائر للحفاظ على مكانتها في سوق الطاقة العالمية، خاصة مع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي كوقود أنظف مقارنة بالمصادر التقليدية. كما يمثل فرصة لتحقيق نقل تقني وتطوير الكفاءات المحلية في مجال الطاقة غير التقليدية.